في هذا الفيديو غادي نتعمقوا مزيان في الدرس ديال التايم، وغادي نشرح لكم أهمية الوقت في هذا المجال، حيث هو السر ديال النجاح ديالك في التداول. وأهم حاجة اللي خصك تعرف هو أغلبية ديال المتداولين استراتيجيات ديالهم كيكونوا مبنيين على الوقت، حيث الالغوريثم ما كيتحركش عشوائي. داكشي علاش خاصك تفهم امتى السيولة الحقيقية كتحرك. وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشرح لكم كيفاش تدمجوا ما بين التايم والباور اوف تري، وهذه هي اللي كتسمى بالكاندل اناتومي. وحيت هذا المجال ما فيهش دبابة وخرفان اللي كيحركوا لنا البرايس، فراه كاين الغوريثم، وهذا الالغوريثم مبروغرامي بالوقت. حيت البرايس الا باغي يتحرك من نقطة A لنقطة B، فراه ضروري خصو الوقت المناسب باش يتحرك، حيت الوقت هو المسؤول الوحيد على الحركة ديال السعر. والدليل على ان الوقت هو اللي كيخلي البرايس يتحرك هو ان فاش كيكون عندنا مثلا شي خبر، فراه انت لا شعوريا كتكون كتسنى في وقت الخبر ماشي في الخبر، حيت البرايس ما غاديش يتحرك حتى يوصل داك الوقت اللي مبروغرامي فيه داك الخبر باش يتحرك البرايس. ولا مثلا كيكون عندنا واحد النهار هوليداي، ان عندنا العيد، فاش كنمشيو للشارت فراه واخا نشوفو البرايس كلين وواضح انه غادي يتحرك، فراه هداك النهار البرايس ما غاديش يتحرك، حيت هاد النهار غادي يكون عندنا لو كواليتي برايس اكشن، غادي يتحرك باللو بروبابيليتي كونديشن. علاش؟ حيت ما عندناش الوقت، هذاك النهار هوليداي، حيت الوقت كيسبق السعر. وهنا كنشوفوا في هذا المثال باللي عندنا البرايس اكشن مزيان، ولكن الوقت ماشي مناسب، تايم والوقت ما متوافقينش. داكشي علاش غادي يكون البرايس لو كواليتي برايس اكشن. وانت كمتداول فراه ضروري خصك تركز على التايم قبل ما تاخد اي صفقة. وهنا الحاجة الاولى اللي غادي تستافد منها هو انك غادي تنقص عليك الاوفر تريدين، حيت اغلب الصفقات ديالك غادي يوليو يتخادو في اوقات محددين اللي غالبا هما فين غادي يوقع هذاك الديليفري او ديك الاكسبانشن اللي غادي نتريديو حنايا. حيت اهم حاجة اللي كنعتمد عليها في التداول ديالي هو التايم، حيت هو اللي كيفلتري ليا النهارات اللي كيكونوا هاي بروبابيليتي كونديشن والنهارات اللي كيكونوا لو بروبابيليتي كونديشن، حيت ضروري خص يكون التايم والبرايس متوافقين. واول حاجه كنبدا بها قبل ما ندير التحليل ديالي هي الايكونوميك كالندر. كيخصك ضروري تبدا بالنيوز، تشوف واش هذيك السيمانه عندك اش من نيوز فيها، واش كاين شي اخبار اللي مهمين، ولا واش كاين شي هوليداي في شي نهار، باش تولي تعرف النهارات اللي كيكونوا هاي probability condition والنهارات اللي كيكونوا low probability condition. وتاني حاجة كنعتمد عليها هما الكيلزون، حيت هما اللي غالبا كيوقع فيهم هذاك الديليفري، والكيلزون هي اللي غالبا كتكري لنا اللو ولا الهاي اوف ذا داي. وثالث حاجة كنعتمد عليها هي الداتا، حيت هي كتعطيني الوقت بالضبط اللي غالبا كيبدا فيه الديليفري. ورابع حاجة هي الميدنايت اوبن، حيت هي كتفلتري ليا البريميوم والديسكاونت ديال هذاك النهار كامل. حيت اللوجيك ديال الميدنايت اوبن هو ان اي حاجة تحت الاوبن فراه هي ديسكاونت، واي حاجة فوق الاوبن فراه هي بريميوم. هادي في حالة كنا بوليش، وإلا كنا بيريش فراه غادي يكون العكس. والميدنايت اوبن غادي تنفعك باش تعرف البروفايلات اللي غادي تكونوا عندك في هذاك النهار اللي كنا ديجا درت عليهم فيديو ودوينا عليهم، وهكا كتولي عندك النظرة واضحة على الشارت وما كيكونش عندك هذاك التشويش، حيت غادي تولي تسبق التايم عاد البرايس. غتولي تشوف التايم هو الاول واش مناسب، عاد غادي تمشي دير التحليل ديالك على الشارت. حيت البرايس ماشي ديما كيكون مزيان وماشي ديما كيكون خايب، داكشي علاش انت ضروري كيخصك تعرف النهارات اللي كيكونوا هاي بروبا باش تريدي فيهم، والنهارات اللي كيكونوا لو بروبا كيخصك تفاداهم باش تمشي مزيان في هذا المجال. دابا غادي ندويو على الكيلزون والاوقات ديالهم. نبداو. اول كيلزون عندنا هي سي بي دي ار، وكتبدا من 2 حتى ل 8،
وهاد الكيلزون هادي ما خصكش تريدي فيها، حيت كتعتبر اتقل كيلزون في هادو اللي غادي ندويو عليهم، وغالبا كتحرك غير فاش كيكون عندنا النيوز. اذا من الاحسن ما خصكش تريدي فيها. وتاني كيلزون عندنا هي اسيا كيلزون، كتبدا من 8 حتى ل 12 حتى الميدنايت اوبن، وغالبا كتوقع فيها اكيميلاسيون ولا المانيبيلاسيون. وثالث كيلزون عندنا هي لوندون كيلزون، وكتبدا من الجوج حتى لخمسة، وغالبا كتوقع فيها المانيبيلاسيون. ولندن كدير لينا جودا سوينغ، كيكون البرايس غادي عكس الاتجاه. ورابع كيلزون عندنا هي نيويورك، كتبدا من السبعة حتى لعشرة، وغالبا كتكون فيها اكسبانشن كونتينياسيون ولا روفيرسال. ورابع كيلزون عندنا هي لندن كلوز، كتبدا من العشرة حتى ل 12، وغالبا كتكون فيها يا كونتينياسيون يا روفيرسال. واخر كيلزون عندنا هي الماكرو تايم، كتكون من 20 دقيقة، كتكون عندنا اخر 10 دقائق في الساعة واول 10 دقائق في الكاندل ديال ساعة. وهادو هما الكيلزون اللي غالبا كيوقع فيهم الديليفري وكيخصنا نتريديو فيهم. عندنا لي كيلزون اللي سميتهم لانش تايم، كيكونوا ما بين لي كيلزون، وراه غادي نحط لكم هنايا الاوقات ديالهم، ما كيخصناش نتريديو فيهم، هادو كنطارغيتيوهم. دابا غادي ندوزو نشرح لكم كيفاش دمجو ما بين التايم والباور اوف تري. نبداو كيف ما قلنا في الدرس اللي قبل باللي الباور اوف تري هي الاكيميلاسيون مانيبيلاسيون اكسبانشن ديستريبيسيون. دابا هاد اللوجيك هذا غادي نطبقوه وغادي نشوفوه بالكيلزون: اسيا اكيميلاسيون، لندن مانيبيلاسيون، نيويورك اكسبانشن، ولندن كلوز ديستريبيسيون. وماشي ديما كيمشي هكا، بعض المرات كيتقلب هاد البروفايل، ولكن هذا هو اللوجيك اللي كيتحرك به، كيبقى غادي بالاميد. في هاد المثال عندنا واحد الكي ليفل اللي كنتسناو منه البرايس يتحرك منه ولا يدير لنا واحد الروفيرسال منه باش ناخدو معاه التريد. هنا كيف ما كتشوفوا عندنا اسيا وعندنا لندن كيلزون وعندنا نيويورك ولندن كلوز. في هاد المثال كنشوفوا باللي اسيا ما قدراتش تهبط لينا لداك الكي ليفل ودارت لينا اكيميلاسيون، من بعد جات لندن دارت لينا جودا سوينغ وهبطات عكس الاتجاه للكي ليفل، من موراها دارت لينا الريفرسال و اكسبانشن، من بعد فاش جات نيويورك دارت لينا كونتينياسيون، ومن بعد جات لندن كلوز كريات الهاي ودارت ديستريبيسيون ودرنا الكلوز. وهنا كنشوفوا باللي لندن هي اللي كريات لينا لو اوف ذا داي، ولندن كلوز هي اللي كريات لينا الهاي اوف ذا داي. والسبب هو ان اسيا ما قدراتش تهبط تريدي لينا في داك الكي ليفل، حتى جات لندن دارت لينا المانيبيلاسيون ووصلت للكي ليفل، من موراها بدات ديليفري. والسبب هو ان لندن هي اللي قدرات توصل للكي ليفل. داكشي علاش ضروري قبل ما تريدي خصك هو الاول تحدد الكي ليفل والتارجت ديال النهار، حيت هما اللي غادي يخليونا نعرفوا البروفايل اللي غادي تكون عندنا. والسبب اللي خلى نيويورك دير كونتينياسيون هو ان لندن مازال ما جابتش لينا التارجت ديال النهار. داكشي علاش جات نيويورك ودارت كونتينياسيون ديال البيزنس اللي بدات لندن، من موراها كنجيبو التارجت وكنديرو الكلوز. دابا غادي ندوزو للمثال الثاني ونشرحوه. نبداو كيف ما كتشوفوا هنا عندنا الكي ليفل اللي كنتسناو منه يبدا الديليفري. كيف ما كتشوفوا اسيا دارت لينا اكيميلاسيون وما قدراتش تريدي لينا في الكي ليفل، وحتى لندن فاش جات حتى هي دارت لينا اكيميلاسيون وما قدراتش توصل لينا الكي ليفل، من موراها جات نيويورك دارت لينا الدور ديال لندن اللي هو جودا سوينغ، عاد دخلنا في الموف الحقيقيه، دارت لينا الدور ديال لندن حيت هي ما قدراتش توصل للكي ليفل. جات نيويورك دارت جوج ديال الادوار، دارت جودا سوينغ ودارت لينا الاكسبانشن الريفرسال، من موراها جات لندن كلوز ودارت كونتينياسيون ديال البيزنس اللي بدات نيويورك باش نجيبو التارجت ديال النهار ونديرو الكلوز. عندنا واحد المثال اخر هو فاش اسيا هي اللي كتكون كريه لينا لو اوف ذا داي، حيت كتكون هي وصلات للكي ليفل ودارت لينا البيزنس،
من موراها كتاكسباندي وكتجي لندن وكدير كونتينياسيون، كتكمل لينا البيزنس، وإلا ما قدراتش تجيب التارجت فراه كتحل نيويورك وكتجيب لينا التارجت، كدير كونتينياسيون، من بعد كتجي لندن كلوز، كدير ديستريبيسيون وكنديرو الكلوز. وهنا كتكون اسيا بدات لينا بالمانيبيلاسيون، هي اللي دارت لينا جودا سوينغ، داكشي علاش هي اللي كريات لينا لو اوف ذا داي. وراه كاينين بزاف ديال الامثله، ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نكمل ونشرحهم لكم كاملين. انت الدور ديالك كمتداول هو انك تركز على الاميد: اكيميلاسيون، مانيبيلاسيون، اكسبانشن، ديستريبيسيون، حيت هذا هو اللوجيك باش كيتمشى الالغوريثم. الا كانت اسيا اكيميلاسيون راه غادي تونتيسيبي بان لندن غادي دير مانيبيلاسيون وتهبط عكس الاتجاه، ولا الا دارت اسيا مانيبيلاسيون ووصلت لكي ليفل غادي تونتيسيبي باللي لندن غادي دير اكسبانشن وكونتينياسيون ديال البيزنس اللي بدات اسيا، وكتمشي معاه بهذه الطريقه. الا عاوتاني اسيا ولندن داروا اكيميلاسيون وما وصلوش لكي ليفل فراه كتونتيسيبي ان نيويورك غادي دير البيزنس ديال لندن اللي هي مانيبيلاسيون جودا سوينغ، عاد من بعدها دير ريفرسال وتشد الطريق الصحيح.